بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا مع بعض العيش البلدي بكل تفاصيله يا جماعة. انا بوريكم دلوقتي طريقة العيش بعد ما خبزناه، شكل العيش قصدي، بعد ما خبزناه وخلصناه وشوحناه كمان يا جماعة اهوت. وهتعالوا عشان نبدأ مع بعض ونشوف احنا عملنا الطريقة ازاي. بس ما تنسوش قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا يا جماعة، اللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش الاشتراك واللايك بتاعنا علشان قناتنا تكبر بيكم يا جماعة. وتعالى عشان نشوف مع بعض عملنا نسمي الله كده ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف عملنا مع بعض طريقة العيش البلدي ازاي يا جماعة. طبعا انا معايا دقيق، واحنا متفقين مع بعض يا جماعة ان فيه دقيق زيرو ودقيق بلدي. طبعا انا حاطة في الطبق اللي جنبي ده دقيق زيرو على دقيق بلدي، وقلت لكم يا جماعة ان الدقيق البلدي ده هو دقيق القمح، دقيق القمح العادي. لكن الزيرو اللي هو في المحلات بره، اللي هو الدقيق الزيرو اللي احنا بنشتريه العادي. انا بدأت انخله. لازم ننخل الدقيق يا جماعة، ومتفقين مع بعض ان احنا لازم ننخل الدقيق كويس، عشان الدقيق لو فيه اي حاجة كده ايه يبقى نضيفه جميل. اهو انا نخلت الدقيق معاكم. طبعا انا الكمية ديت يا جماعة حوالي 9 كيلو دقيق. انا دلوقتي بنخل حوالي 9 كيلو دقيق. انا ساعات بنخل 8، ساعات بنخل 6، بس انا مكترة المرة دي عشان كل سنة وانتم طيبين، عشان دخول شهر رمضان علينا، وعشان السحور وكده يا جماعة. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بنخل الدقيق، وانا قلبت الدقيق البلدي على الدقيق الزيرو على بعضه، وما بحطش كمية الدقيق البلدي كتير. وانا كنت متفقة معاكم ان انا بحط دقيق بلدي ليه يا جماعة على دقيق زيرو، عشان الدقيق البلدي بيخلي العيش طري. لما بقى اخبز دقيق زيرو بس لوحده ما بيخليش العيش طري زي ما بيكون محطوط عليه دقيق بلدي. اما بيكون دقيق زيرو بس لوحده بيخلي العيش ناشف شوية، هو بيبقى جميل برضه بس بيخليه ناشف شوية. لكن لما بحط شوية بلدي كده عليه بيخليه طري وجميل. طبعا انا كده خلصت الكميه كلها نخيل يا جماعه. وطبعا انا لما بخبز وانوي ان انا هخبز، من الافضل ان نخبز بدري. انا كنت متفقه معاكم بقى ان كيلو الدقيق بياخد معلقه صغيره ملح. انا حاطه 4 معالق ونص علشان هما 9 كيلو بالكبيره. المعلقه الكبيره بتعادل معلقتين من الصغيره. وحطيت معاهم معلقه سكر. وطبعا انا عشان ايه هنشط الخميره بالسكر ده، وقلبته كله على بعضه. وانا بستخدم يا جماعه الخميره البيره، انا بوريها لكم، هي دي خميره بيره. واحطها في شويه ميه، وطبعا احنا متفقين ان العجين بيتعجن في الشتاء بميه دافيه. حطيتها في شويه ميه دافيين اهوت، وبقلبها شو كويس علشان لما تدوب كلها. ودابت الخميره، وبدات انزل بيها على العجين اهوت، وانزل بالميه كمان على العجين ميه دافيه، علشان احنا في فصل الشتاء يا جماعه. طبعا انا بدات اعجن. انا بوريكم طريقه العجين يا جماعه، ما شاء الله، طريقه سهله وجميله. عملنا مع بعض شوية عيش زي العسل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوية عيش زي العسل يا جماعة، والله كان جميل وتحفة. طبعا أنا لازم أدوب الدقيق كله بالمية الأول، لازم كل الدقيق يدوب معايا. وبعد ما الدقيق بقى ده كله بدوبه يا جماعة، ببدأ إن أنا ألت العجين. أهو أنا كده دوبت الدقيق أهوت، أو بجيب اللي تحت بقى في قاع الطبق من تحت كده وأقلب. أجيب الدقيق من تحت وأقلب، وأبدأ أهوت زي ما انتم شايفين كده أدوب كل ده، بدوب في الدقيق الأول أهو. تمام يا جماعة كده ايه، كده انا خلصت كل الدقيق اهوت. هبدأ احط مية بقى اهو وبدأت الت العجين. ده لت العجين كده، بتقفلي ايديكي وتبدأي تلت كده. ده العجن بقى. ما شاء الله يا جماعة العجين كان جميل معايا، وفي منتهى الجمال، وفي منتهى الروعة. خبزت حبة عيش ما شاء الله عليهم. كل ما بحس ان العجين محتاج مية يا جماعة بحط مية وقلت في العجين، لحد ما احس اعمل له اختبار كده، اقرص رغيف في ايدي، احس ان هو خلاص كده تمام، اوقف حططان الميه كده. طبعا انا بدات اطب العجين. دي المرحله الثالثه بعد ما ندوب الدقيق ونلته، نبدا نطب العجين. اهو انا بدات اطبه، يعني دي المرحله الاخيره في العجين اهو. تمام يا جماعه اهو طبيت العجين،
وخلاص هبدأ ان انا ايه بقى، الم العجين. بعد الطب ده ابدأ ان انا الم العجين علشان خاطر اشيله، يخش على مرحلة الايه، الاختمار بقى، او انه يخمر. اهو انا كده بلمه، خلاص هو خلص تمام. اهو لميته بقى، وهبدأ ارش على وشه حبة دقيق بساط كده عشان ما يلزقش مني. اهو برش حبة دقيق بساط اهمت، وهبدأ ان انا اغطيه بصينية واحطه في مكان دافي. اهم حاجة يا جماعة، وما احطوش في مكان فيه هوا. اختمر العجين مني تمام، وبدأت ان انا اجيب الردة بتاعتي والمنخل بتاعي وارش الردة على الصواني، او على الصواني وعلى بقية الحاجة اللي انا ايه، اللي انا هقرص عليها. بدأت ان انا اقرص العجين. طبعا احنا متفقين يا جماعة ان انا اول صينية من الصواني دي بقرصها عيش صغير، عشان الناس المبتدئة اللي لسه بتتعلم الخبيز بوريها ان هي ممكن تقرص عيش صغير. ده انا عاملاها رغيف او عيش صغنن، انا قطعته صغير اهو. مش عارفة الكاميرا موضحة ان هو كويس، ان هو صغير قصدي يا جماعة، ولا ايه؟ ولا هو من بعيد باين ان هو كبير برضه؟ تحس ان هو بعيد، من بعيد باين ان هو كبير شوية، بس هو انا مقطعاه تقطيعة صغيرة. هتشوفوا التقطيعة الكبيرة دلوقتي هتبين الفرق بينه وبين العيش ده. ده في البداية كده بحب ان انا اعمل صينية صغيرة عشان اوري الناس اللي لسه بتتعلم الخبيز، او البنات الصغيرين القطايط دولت اللي بيتعلموا الخبيز، ان انا بخبز لهم عيش صغير في الاول بمطرحة صغيرة يتعلموا ايه الخبيز بيها. وطبعا انا بقى اهو، طبعا انا كده خلصت الصينيه ديت، وهحط واحد في النص كمان وتبقى تمام كده. انا بغطي العيش ده يا جماعه علشان العيش ما يقشفش مني، لان اللي بيقرص على دقيق، انا بقرص على دقيق اهو يا جماعه. في فصل الشتاء بفضل التقريص على دقيق. لازم تغطي العجين. اهو انا بدات في العيش الكبير اهو. طبعا لازم نغطي العجين علشان العيش هيقشف منك وهيعمل يعني ايه يقشف؟ يعني يعمل على الوش كده طبقه زي طبقه القشره كده. انما انت لما تغطي العجين مش هيقشف وهيبقى تمام مية مية. انا بدأت في الكبيرة أهو يا جماعة اهو. طبعا انا عندي لوح خشب كمان معايا، اللي الواح دي انا بقرص عليها برضو. هحط رغيف كمان على الصينية، وهبدأ طبعا اللي انا بقرصه وبخلي بنتي تشيله على طول وتغطي من وراي. كل ما اقرص اخليها ايه تشيل وتغطي من وراي، ما بسيبوش عريان. هبدأ بقى ان انا اخش على الواح بقى اهو. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا جماعة. ربنا يوفق الجميع يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يجعل شهر رمضان شهر مبارك علينا وعلى أمة الإسلام في كل مكان يا جماعة، ويرفع عنا اللي احنا فيه، ويرفع غلو الأسعار اللي احنا وصلنا له. والحمد لله يا رب، احنا راضيين باللي انت تديهولنا، بس يخفف عنا اللي احنا فيه. طبعا انا بدأت يا جماعة ان انا اقرص اللوح دوت. انا ما بحبش اجيب التقريص كله دلوقتي يا جماعة عشان بطول الفيديو عليكم، عشان ما تزهقوش مني ومن تطويل الفيديو بالنسبة لكم. اهو انا طبعا قربت اخلص اللوحة اهوت قدامكم زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. هو التقريص سهل ان شاء الله، ما فيهوش حاجة يعني. انا عملت حبة العيش دولت والله يا جماعة، ما شاء الله انا بحس بمتعة وانا بخبز العيش الفلاحي ده. العيش دوت بحس فيه بمتعة. ليه؟ بحس كده ان هو حاجة كده يعني مختلفة جدا عن العيش اللي بره، حاجة في منتهى الجمال، حاجة كده تشرف قدام اي حد. تشرف والله يا جماعة، ما شاء الله عليه. اهو طبعا ده اخر رغيف هحطه، وهبدأ في مرحلة الخبيز بقى يا جماعة، لأن أنا ما جبتش التقريص كله زي ما قلت لكم عشان ما أطولش عليكم في الفيديو. طبعا أنا بخبز الأول العيش الإيه الصغير اللي أنا قلت لكم للناس المبتدئة في الخبيز. أهو جايبة له مطرحة صغيرة، وبدأ إن أنا أريحه أهو. أهو بدأت أحدف أول رغيف أهوت، وهبدأ إن أنا أكمل بقية الصينية اللي أنا مقرصاها تقريص صغير دي. أهو ما شاء الله يا جماعة. أنا طبعا ما ببططش الرغيف من النص عشان الرغيف يرفع وينتفخ معايا ويبقى جميل. بتبططي على حروف الرغيف كده من حواليه كده من بره،
وبعدين ايه بشيله بقى ان انا ايه ارحه على ايدي شويه كده او افرده على ايدي شويه كده وانطره على المطرح. طبعا انا طلعت الرغيف يا جماعه وهبدا ان انا اهوت حذفت الرغيف التاني اهو. ايدي بتبقى شغاله في الفرن يا جماعه وشغاله في الرح، ايد شغاله في الفرن وشغاله في الرح اهو. طبعا انا بحط عشان العيش ما يتكبس على بعضه كله، بحطه قدامي وبنتي بتشيل من ورايا تفرش له حاجه وتشيله في حته تانية اهو. قربت اخلص الصينيه بتاعت الصغيرين، فاضل فيها حوالي رغيفين يا جماعه. هبدا ان انا ايه ابدا في الكبير بالمطرحه الكبيره. طبعا يا جماعه يعني اهل زمان كانوا يقولوا دايما الشغلانه البدريه منسيه او مقضيه، فالانسان لما بيقوم بدري بيخلص شغله بيحس ان هو ما عملش حاجه. انا لما بنوي ان انا اخبز العيش ده يا جماعه، يعني ما شاء الله بنبدا فيه من بدري، مش بنتاخر بقى لاخر النهار الكلام ده، لا ليه؟ لان انت ما بتبداي فيه بدري بتخلصيه وبتخلصي شغل بيتك وكل اللي وراكي وتحسي ان انت تمام كده، النهار لسه بدري فيه، وان انت يعني ايه ما تعبتيش ولا عملت مشقه ولا حاجه. خصوصا الخبيز لازم تقومي له بدري اهو. ما شاء الله. شايفين بقى العيش يا جماعه اللي هو بتاع المبتدئين جميل، جميل ازاي في منتهى الجمال والروعه. شايفين العيش منتفخ وطالع جميل ازاي؟ ما شاء الله العيش بيضحك لوحده في الفرن اهو. انا بحذف الرغيف جنبه قبل ما هو ما يستوي، بحذف كمان رغيف جنبه يستوي معاه. طبعا يا جماعه عشان الفرن صغير انا بطبيعه الحال بحذف رغيفين في الفرن حتى من الكبير، بس انا الفرن بتاعي عشان حجمه صغير فانا بضطر ايه العيش الصغير اعرف احذف فيه اتنين، لكن العيش الكبير طبعا ما بياخدش ايه، مش هياخد الرغيفين الكبار اهو. شايفين جماله؟ ما شاء الله في منتهى الجمال والروعه اهو. ده اخر رغيف بقى يا جماعه في الصغير، وهبتدي ان انا اخبز العيش الكبير اهو. انا يا جماعه حتى الرح مش عايزه اطول عليكم فيها عشان انتوا ما تتضايقوش من الفيديو بتاعي، ما بحبش ان انا اطول الفيديو دلوقتي، فانا ايه جايبه طريقه الرح للناس اللي هي ايه جبتها كذا مره وطولت فيها علشان الناس اللي بتتعلم الرح تشوفني انا برح ازاي. بتمسكي المطرحه ايد من ورا وايد من قدام وتنطري الرغيف لقدام، وتنطري الرغيف لقدام تلاقي الرغيف ما شاء الله بيكبر لوحده معاكي اصلا، طالما العيش خمران كويس خلاص. وخصوصا يا جماعه انت بعد ما بتقرصي العيش على الصواني وعلى الالواح بتسيبيه حوالي نص ساعه يخمر تاني، غير الخمر اللي هو خمره ايه الاولاني بعد ما اتعجن بتسيبيه نص ساعه يخمر تاني. كده انا بدات اهوت، جبت المطرحه الكبيره، سبت المطرحه الصغيره شلتها وجبت الكبيره بقى وبدات عيش ارح عيش كبير عليها اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال والحلاوه اهو. ما شاء الله يا جماعه، ربنا يا رب يوفقنا ويوفق المسلمين كلهم ويوفق كل الدول العربيه كلها يا جماعه للخير. ربنا يوفق كل الناس لعمل الخير يا رب، وربنا يكبر بخاطركم ويوسع رزقكم. بس انا اتمنى من الله عز وجل كده ان انتوا ايه ما تنسوش في الكومنتات ان انتوا تعلقوا لي اللي انتوا بتفرحوني بيها وبتسعدوني بيها يعني. اي حد عايز يكتب لي اي تعليق على الخبيز يا جماعه يكتب لي اهو. طبعا انا بدات اقلب اهوت طبعا انت دايما ايدك في الايه في الفرن بتضيري في الرغيف، عشان انت لو حذفت الرغيف وسبتيه في الفرن كده زي ما هو هيستوي من ناحيه ومن ناحيه لا، انما انت لازم تفضلي تضيري الرغيف كده اهو. ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا بقى جمال العيش العيش الكبير ما شاء الله، جماله في منتهى الجمال والروعه يا جماعه اهو. طبعا انا هنا حاطه الرده يا جماعه، بحط حبه دقيق على رده كده اللي انا برش بيها على المطرح. طب انا ليه بحط حبه دقيق على رده؟
علشان خاطر العيش من تحت ما يبقاش لونه غامق، والقاع بتاعه من تحت ما يبقاش لونه غامق، يبقى لونه فاتح. اهو ما شاء الله. اهو يا جماعة، شايفين العيش منتفخ وجميل وشكله روعة ازاي ولونه فاتح. اهو يا جماعة ما شاء الله، في منتهى الجمال، حاجة كده يعني، حاجة كده فخمة، حاجة كده تشرف. أهو هبدأ أحذف. طبعا أنا بشيل العيش أول بأول، عشان العيش يا جماعة ما بيتحط سخن على بعضه، العيش يعني ايه، احنا بنسميها عندنا بينكبس، يعني العيش زي ما تقولي كده يعني ايه، بيهبط، ما بيفضلش ان هو منفوش كده وشكله جميل، بيهبط. فلازم ان انت ايه تفرشي العيش، كمية تخبزيها تفرشيها او تشيليها من وراكي، تنطريها في حتة تانية، كل ما تخبزي حبة تشيليهم من ايه من جنب. اهو بدأت ان انا اريح رغيف غيره. اهو بدأت احذف يا جماعة. شايفين جمال العيش يا جماعة، شايفين العيش منور وجميل ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا طبعا بخلي الصينية دي قدامي يا جماعة، واجيب رغيف برغيف من على اللوح، عشان لان اللوح كبير فبيضايقني اما احطه جنبي، بجيب رغيف برغيف على الصينية وايه واشيل احطه على المطرح عشان اخد راحتي في الرح. طبعا انا زي ما قلت لكم بتفضلي تقلبي، تديري في الرغيف كده علشان ما فيش ناحية تستوي والناحية التانية لا. اهو ابدأ احذف الرغيف اللي بعده وارح. طبعا الرغيف بيستوي في الفرن وانا برح غيره. اهو بشيله على ايدي كده، الفه على ايدي شوية وبعدين اروح ادفعه على المطرحة وابدأ ان انا ارح، هو بيكبر معاكي. طبعا الرح بيبقى اتقل حاجة في الخبيز شوية يا جماعة، يعني اللي عايز يتعلم يعني يتعلم اهم حاجة الرح الاول، هو مش صعب ولا حاجة، بس اللي بتتعلم الخبيز أو المبتدئة في الخبيز أهم حاجة تتعلمها هي الرح الأول. مش هقولك اتعلمي إنك تحدفي في الفرن، لأ، حدفة الفرن سهلة جدا، مجرد إن هتحدفي مرة واتنين وتلاتة هتبص تلاقي إيدك بتحدف لوحدها. لكن الرح هو اللي إيه، هو اللي تقيل شوية، طالما إيدينا خدت على الرح خلاص. طبعا أنا المرة دي كنت مكترة الكمية شوية يا جماعة، لأن أنا قلت لكم كل سنة وأنتم طيبين، عشان شهر رمضان بقى أنتوا عارفين الفطار والسحور وكده يا جماعة، والعيش البيتي بيبقى جميل جدا مع سحور رمضان، هو والعيش البكاكيني اللي احنا كنا عملناه مع بعض يا جماعة في منتهى الجمال. انت بتراعي برضو النار بتاعة الفرن انك تعلي او توطي، يعني تاخدي بالك من الامور دي كلها. اهو طبعا انا بعدل الرغيف من كل اتجاه على المطرحة. اهو طلعت ده وهحذف اللي بعده. كده انا خلصت الكمية يا جماعة بفضل الله. طبعا هي دي مش كل الكمية، بس طبعا انا كنت شايلها شوية في جنب ودولت شوية لقيت التانيين. خلصنا الكمية كلها وهنبدأ ان احنا نقطع العيش مع بعض بقى يا جماعة، علشان انا متعودين مع بعض ان احنا بنشوح العيش او بنلدينه او بننشفه، يعني حسب ما انتم ما بتقولوا قولوا، بس المهم ان احنا بنقطعه مع بعض اهوت. بقطع العيش شقق زي ما انتم شايفين كده. الرغيف يا جماعة بالسكينة بقطعه نصين، وممكن تقطعيه 4 قطع، يعني بدل النصين تقطعيهم كمان ربعين. اهو انا بقطع الرغيف نصين كده. اللي عايز يشيله طري زي ما احنا متفقين يا جماعه في الفريزر بتشيليه طري، يعني حسب راحتك، شيليه طري شيليه طري بشنطه نضيفه وسميكه شويه وتحطيه في الفريزر، وقبل ما تكوني هتاكلي بحوالي 10 دقايق كده تطلعيه يفك
وهيبقى زي ما يكون طالع من الفرن. عايزة بقى انك تنشفيه شوية، لان في ناس بتحب العيش الناشف شوية، بيفضل طري برضه، هو مبيبقاش ناشف ناشف يعني. اهو انا بدأت اشوحه اهوت بعد ما قطعته. ببدأ كده ارص الفرن بيه. طبعا انت لازم توطي النار من تحت وتوطي من فوق، مش زي ما تكوني بتخبزي، النار لازم تكون واطية. اهو وابدأ ارص الفرن 10 دقايق يا جماعة بالظبط بعد ما انا ما وطيت الفرن من تحت ومن فوق. وابدأ ان انا اطلع. اهو انا بوريكم بعد ما طلعته، بوريهولكم من تحت ومن من قدام ومن ورا. اهو. اهو يا جماعة شايفين، في منتهى الجمال والله، منتهى الجمال والروعة. حاجة كده جميلة وحاجة تشرف الله. اهو كده طبعا انا وريتكم دي مرة، وهبدأ ارص الفرن تاني. كده يا جماعة انا خلصت الفيديو بتاع النهاردة. دي اخر حاجة انا بعملها. ما تنسوش الاشتراك واللايك بتاعنا، او اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي يا جماعة ما ننساش الاشتراك. وانا بوريكم كده العيش بعد ما انا ما شوحته. خلاص كده تمام. اهو يا جماعة، ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.